جدا بجد. فطبعا انت شاهد من اهلها. لا والله بجد يعني بامانه انا نازله مخصوص اقسم بالله. بصوا يا جماعه انا نازله الساعه كام؟ الساعه 11:30 بالليل عشان اصور لكم. ربنا وقع لك في ميزان حسنات وقبل ميزان حسناتك ان انت ست كويسه. ربنا يخليك. بتجيبي حاجه ولا بتبالغي فيها، انت جوز حضرتك كاتب لنا رحمه والحمد لله احنا نعرفه وانت اكتشفت مكان جزارة بيبيع لحمة. طبعا اللي عارف ان انا نزلت قبل كده في العيد لحمة الوطنية. لحمة الوطنية مش هقدر اقول ان زي ما قلت لكم في الفيديو، اللي عايز يرجع للفيديو يرجع للفيديو. طبعا لحمة الوطنية انا نازلة طبعا متأخر فهم خلاص كانوا قفلوا. تمام. ولكن اكتشفت بقى يا جماعة ان لحمة الوطنية لما نزلت السعر 220 في العيد. طبعا هو دلوقتي هقول لكم سعره بقى كام دلوقتي طبعا، بس لما نزلوا السعر في العيد كانت من 220، ولو عايزاها حمرا خالص كانت بتبقى ب 240 وب 250. تمام. فاكتشفت بقى ان كان في جزار جنبيهم اهوت زي ما انتم شايفين هناك اهوت. هنروح له طبعا. والجزاره دي اسمها لحمه وفحمه. كان بيبيع كيلو اللحمه في العيد كان بيبيعها ب 300 و 320. ففوجئت كده امبارح لقيته الاسعار بصراحه نزلها ب 240. ايوه ب 240. فين اللايك بتاعي بقى يا جماعه علشان خاطر اقدر اوصل لكم كل حاجه رخيصه ونحارب الاسعار. فيلا بينا بقى هنروح لمحل فحمه ولحم، لحمه وفحمه، ونشوف الاسعار واللحمه عامله ازاي. وعايزه اقول لكم ان انا نزلت المحل ده مخصوص وعن تجربه، لاني جربت اللحمه بتاعته وطلعت حلوه جدا. يلا بينا. بس ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت منك حلو وقولي لي عايزه ايه تاني. احنا هنحارب الاسعار معاكم. يلا بينا. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايبه لكم جزاره. الحاج انور هو بيجيب اللحمه. انا النهارده جايبه لكم جزاره بسم الله ما شاء الله. انا ما نزلتش الجزاره دي غير لما جربت اللحمه بتاعتها بجد يا جماعه. والله اللحمه بسم الله ما شاء الله واسعارهم حلوه جدا. ادي الاسعار معايا اهو. كيلو كندوز ولحمه صغيره مش لحمه كبيره. اللحمه صغيره مش لحمه كبيره. واللحمه المفرومه بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهوت. وهنقول مكان وهنقول كل حاجه عنه ان شاء الله. انا نزلت مخصوص والله علشان اصور لاني بصراحه عجبتني جدا. وبالختم المدور مش الختم المربع. وهوريكم كل حاجه. اهيت اللحمه قدامكم اهوت. اهيت الختم احمر مش يعني تمام. يعني ختم احمر يعني بلدي يعني بلدي وصغيره بجد يعني حاجه ممتازه جدا. نخش كده المحل ونقول بسم الله ونشوف كده. بصوا اهو. وعلى فكره اللحمه طازه ودي اهم حاجه. لا بتنزل دم ولا بتنزل اي حاجه من دي خالص من الحاجات اللي بنشوفها. بجد حاجه ممتازه. اهي طبعا انا جايه بالليل فاكيد طبعا ايه يعني تقولي بقى اسعار البفتيك واسعار كل حاجه كده عشان الناس تبقى عارفه. عندنا البفتيك بيبدا من 280 و 290. بفتيك بلد كندوز. عندنا لحم الدار بيبدا من 240 على حته الدهنه. عندنا لحم السن 260 270. عندنا وش برده بيبدا 280. عندنا كبده بلدي بتبدا 260 250. عندنا عروض فراخ. عندنا عروض الجمبريات كل انواع اللحم. وبنعمل كمان سجق بلدي. السجق اهوت يا جماعه برضو اهو نشوفه مع بعض اهوت. ده السجق بكام؟ 240. السجق بلدي ب 240 اهو. بسم الله ما شاء الله حاجات جميله جدا اهوت. خلاص سيبوا بقى سيبوا.
اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه. والله انا نزلت مخصوص عشان انا جربتها امبارح وقلت لازم انزل اصور لكم، لان بصراحه عجبتني ولفتت نظري. اللحمه بسم الله ما شاء الله حلوه، والحمار بتاعها يعني مش حاجه كده، تحس ان هي لحم طازه، لحم مذبوح بجد بحلال، لحم بجد صغير زي ما انتم شايفين. الختم مدور واحمر اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو اهوت. اليافطه اهي. طيب انا فين دلوقتي؟ انا في اخر فيصل. بالنسبه لو انت جايه من الجيزه هتبقي اخر فيصل، هتنزلي من الميكروباص زي ما انتم شايفين، زي ما انا بشاور لكم كده، هتنزلوا من اخر فيصل هتلاقوا محل لحمه وفحمه، محل لحمه وفحمه اهو، محل لحمه وفحمه ب 240 اهي زي ما انتم شايفين، وكندوز بلدي بلدي بجد وعن تجربه زي ما انتم شايفين. والاسعار قدامكم اهي، هصورها لكم برضه اهي. يعني اهو حتى الكبده الصافي فعلا ب 260، يعني لحم كبده صافي بقى من غير لا قلوب ولا الكلام اللي بنشوفه ده اهو. الطريق اهو زي ما قلت لكم. لو احنا جايين من اكتوبر او جايين من الحدايق او جايين من جوه، يعني من جوه عند اكتوبر، هنعتبر ان ده اول فيصل. جايين من الجيزه هنعتبر ان دوت اخر فيصل، هنقول هننزل اخر الخط اخر فيصل. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده اهو يا جماعه جدا بجد. فطبعا انت شاهد من اهلها. لا والله بجد يعني بامانه انا نازله مخصوص اقسم بالله. بصوا يا جماعه انا نازله الساعه كام؟ الساعه 11:30 بالليل عشان اصور لكم. ربنا وقع لك في ميزان حسنات وقبل ميزان حسناتك ان انت ست كويسه. ربنا يخليك. بتجيبي حاجه ولا بتبالغي فيها. انت جوز حضرتك كاتب لنا رحمه، والحمد لله احنا نعرفه وانت تعرفينا. كل اللي بينا وبين بعض ان انت زبونه وجوز حضرتك اللي خلي اللحمه. انت عشان جربت اللحمه وكلتيها انت واولادك او حد كنت عازماه، فالحمد لله انت المردود بتاعك ان انت تعمليه معانا ان انت تصوريه. بس لا اكثر ولا اقل. الحمد لله لان انا بحب طبعا اوصل لمتابعيني كل حاجه حلوه. ربنا يخليك. ربنا يكافئك على اللي بتعمليه. ربنا يخليك. اللي بيعمل حاجه وبينشر الحاجه الحلوه للناس اكيد ربنا بيديله حاجه حلوه. ربنا يخليك. ست قد الدنيا يا ستي، واحنا في اي حاجه احنا تحت امرك واخواتك في اي حاجه. ربنا يخليك. الله يبارك لك بجد، يعني ناس محترمه جدا والله العظيم، وكفايه المعامله بتاعتهم بجد حاجه محترمه جدا. يعني روحهم حلوه قوي، يعني تخش المحل تحس ان انتوا مبسوطين وعايزين تاخدوا كده الحاجه منهم، عشان بصراحه ناس محترمه جدا. وزي ما وريتكم كده طبعا انا زي ما قلت لكم انا جايه الساعه 11:30 بالليل، هم اللحمه بتجيلهم من الصبح، فبسم الله ما شاء الله. لحمه وفحمه. لحمه وفحمه. وانا وصلت كمان لحمه وفحمه في اخر فيصل قدامنا هو في 28. احنا بنقول لاي حد عاوز ياكل لحمه حلوه ولحمه من عندنا، لحمه احنا مربيينها وبنبيعها للناس، يشرفنا وان شاء الله مش هيندم، هيقول ان احنا كلت حته لحمه حلوه وهيجيب زبون معاه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعل ان شاء الله فتحه خير عليكم باذن الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طبعا انا بوصل لكم كل حاجه عن تجربه. فانا طبعا نازله الساعه 11:30 بالليل. طبعا هم بيجيبوا اللحمه اليوم بيوم، اللحمه طازه، فعشان كده يعني احنا في مثلا ديت مثلا اهيت طبعا عشان احنا نازلين متاخر. وفي اللي انا وريتها لكم اهيت برضو، لان انا بسم الله ما شاء الله المحل كان زحمه برضو. فطبعا انا انتظرت لما الدنيا تروق عشان اقدر طبعا اوصل لكم الحاجه. خلاص وربنا ان شاء الله كل يوم بننزل اللحمه. الحمد لله. كل يوم يوماتي بننزل اللحمه. ربنا يرزقكم من حيث لا تحتسبوا ان شاء الله. وطول ما في ضمير وفي عدم استغلال، فاكيد ربنا بيقدر. يعني برضه يعني هي الدنيا مش بتخلي ان حد يستغل حاجه. بالظبط. برضه عشان برضه حسيت بجوده، فان شاء الله يعني سعر رخيص وجوده ان شاء الله باذن الله. طبعا اللي هيجي يا جماعه محل فحمه ولحمه هيقول انا من قناه ابسط طريقه مع موايا، علشان طبعا يومه باحلى واجب ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يخليك. متشكره جدا. سلام عليكم. الله يخليك.